مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. نجاح نمو شتول الأشجار في مديرية سرجغا. جهود للدفع لبرامج التنمية في مديرية لقو عن سبب. برامج لتأهيل المعاقين في مديرية عرتك كريزان. تحذير أممي يشير إلى أن 55 مليون شخص في أفريقيا مهددون بنقص الغذاء. توقعات برد إيراني وإسرائيل تستنفر بينما أمريكا تنشر سفينة صواريخ. وروسيا تختبر صاروخا جديدا عابرا للقارات. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلن مكتب الزراعة في مديرية سرجغا نجاح نمو شتول الأشجار المغروسة عام 2023 في المديرية بنسبة 80%. أوضح مسؤول المكتب السيد إبراهيم برهاني أن شتول الأشجار البالغ عددها أكثر من 276 ألف شتلة غرست بالنفير الشعبي في 17 ضاحية، داعيا إلى رعايتها وحمايتها. وأشار إلى القيام بأعمال حماية التربة وحفظ المياه في الأراضي الزراعية وتوزيع البذور المحسنة على المزارعين وإدخال المناحل الحديثة والتنويع الزراعي وتطور تربية الدجاج والخدمات البيطرية لتحقيق أهداف وزارة الزراعة. كما أشار إلى التنفيذ الفاعل لأنشطة حماية التربة وحفظ المياه بمشاركة الشعب وقوات الدفاع وحملة الطلاب الصيفية التنموية. بحثت إدارة مديرية لقو عن سبب إقليم القاشبركة يوم 11 من أبريل تقدم تنفيذ برامج التنمية بحضور إدارات الضواحي ومكاتب الوزارات. أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد برهان تسقاي القيام بأنشطة نفير شعبي شارك فيها أكثر من 15 ألف شخص لبناء السدود ومد أنابيب المياه وبناء الأسوار وصيانة الطرق الممهدة. من جانبه قدم مدير مديرية لقو عن سبب السيد إبراهيم حقوس توضيحا حول الأوضاع الراهنة ودعا لتعزيز دور كل الجهات والشعب وخاصة أولياء الأمور لإنجاح الاستثمار الكبير الجاري في الطلاب والشباب. ودعا المشاركون في الاجتماع إلى مواصلة مثل هذه اللقاءات التوجيهية الإرشادية منادين بضرورة الاهتمام بمركز ترفيه الشباب. أفاد معاق الحرب الذين تم تأهيلهم عبر الجمعية الوطنية لمحققي الحرب في مديرية عتك كليزان عن تمكنهم من تحسين حياتهم المعيشية. وذكر المعاقون لوكالة إرينا أن القروض التي حصلوا عليها بشكل جماعي مكنتهم من فتح طاحونة للقلال وإعادة الدين المستحق وتطوير العمل وتحسين الحياة المعيشية. وأوضح المعاقون المنضوين في مجموعة مكونة من 6 أعضاء بأن النجاح الذي حققوه في العمل هو نتاج الجهد والتفاني، مشيرين إلى أن العمل الذي بدأ بطاحونة واحدة بلغ حاليا 5 طواحين. وذكروا بأن الدعم الحكومي لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم كان له الدور الكبير في المستوى الذي بلغوه. أوضحت مسؤولة الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب فرع مديرية عتك كليزان السيدة تسقا كداني وجود العديد من المعاقين العاملين في مختلف المجالات، إلا أن المعاقين الذين بدأوا العمل بطاحونة خلال واحدة والتقدم الذي أحرزوه يعتبر مثالا ينبغي الاحتذاء به. عقد فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية نخفة سمينارا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية حول احترام الوقت وترسيخ ثقافة القراءة. ودعا مسؤول الاتحاد في المديرية السيد أحمد عيسى الطلاب والشباب للاستفادة المثلى من الفرص التعليمية المتاحة والتحلي بالقيم السمحة لضمان مستقبلهم. من جانبه دعا مسؤول التعليم في مديرية نخفة الأستاذ عبد الله صالح الطلاب الشباب لمواجهة التحديات والحرب النفسية بوعي والحفاظ على قيم مجتمعهم والعمل لتحقيق الرخاء والسلام والازدهار، مشددا على ضرورة وأهمية تضافر جهود الحكومة والجبهة لتنشئة شباب يتسمون بالتحمل المسؤولية والانضباط. تم توزيع قطع الأراضي ل 67 من مواطني ضاحية جنة السبا في مديرية معايني، بينهم 25 امرأة عوفوا بالإجراءات المطلوبة. أوضح المشرفون على عملية توزيع قطع الأراضي أن التوزيع جرى في قريتي معكنه وجنة السبا وسيستمر في القرى الأخرى. وذكر مكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة أن المهمة نفذت بواسطة لجان القرى.
تفضلوا فضل. كانت هذه الأخبار الداخلية في فصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. حذرت وكالات أممية من مواجهة 55 مليون شخص خطر الجوع في غرب ووسط إفريقيا جراء التحديات الاقتصادية كارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات الغذائية عالميا، الأمر الذي سيساهم في تأجيج أزمة الغذاء بالمنطقة. وقال كل من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في بيان مشترك أن 55 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا سيكافحون من أجل توفير الطعام خلال الأشهر المقبلة. وأوضح البيان أن من بين الدول الأكثر تضررا هي نيجيريا وغانا وسيراليون ومالي، ومن المرجح أن يعاني سكان المناطق الشمالية لهذه البلدان من جوع كارثي، مشيرا إلى أن عدد الذين يواجهون الجوع خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو إلى أغسطس قد تضاعف 4 مرات خلال السنوات ال5 الماضية. أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والموساد صادقا على خطط مهاجمة إيران في حال ضربت تل أبيب، في حين قررت فرنسا إجلاء عائلات دبلوماسية بطهران ودعت بريطانيا رعاياها في إسرائيل للمغادرة. وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت سفينة صواريخ بقدرات دفاعية واعتراضية عالية قرب سواحل إسرائيل. وضمن حالة الاستنفار والتأهب الجارية في إسرائيل، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش حظر على منتسبيه السفر إلى الخارج من دون إذن في إطار تأهبه لرد إيراني محتمل على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري. وقد دعت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية. كما قررت وزارة الخارجية الفرنسية إعادة عائلات الدبلوماسيين من طهران إلى فرنسا. كما نصحت وزارة الخارجية الهندية رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في ميدان الاختبار كابوستينيار بمنطقة استراخان. وأشارت الوزارة أنه تم تنفيذ هذا الإطلاق كجزء من اختبارات الدولة لأنظمة الصواريخ المتقدمة، وأيضا للتأكد من استقرار الصواريخ في الخدمة. وأضافت تؤكد النتائج التي تم الحصول عليها الموثوقية العالية للصواريخ الروسية في ضمان الأمن الاستراتيجي للاتحاد الروسي. في الخبر الأخير، شهدت الصين انكماشا كبيرا في كل من الصادرات والواردات في مارس المنصرم، حيث جاءت الأرقام أقل بكثير من التوقعات، وهو ما يشكل تحديا أمام جهود التعافي الاقتصادي في البلاد. وفقا لبيانات الجمارك، انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 7.5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس من العام السابق، ويتناقض بشكل كبير مع انخفاض متوقع بنسبة 2.3% في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين. وتلفت هذه الإحصاءات النظر إلى الصعوبات المستمرة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يكافح من أجل تحقيق انتعاش مستدام بعد جائحة كورونا وسط أزمة عقارية طويلة الأمد وتصاعد ديون الحكومات المحلية. ويشير هذا إلى أن الانخفاض في قيمة الصادرات قد يقابله ارتفاع في الكميات جزئيا، وإن كان بأسعار منخفضة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نجاح منشدور الأشجار في مديرية سر الشغال. جهود للدفع ببرامج التنمية في مديرية لقو عن سبا. تنفيذ برامج لتأهيل المعاقين في مديرية عتك كريزان. تحذير أممي يشير إلى أن 55 مليون شخص في إفريقيا مهددون بنقص الغذاء. توقعات برد إيراني وإسرائيل تستنفر بينما أمريكا تنشر سفينة صواريخ. وروسيا تختبر صاروخا جديدا عابرا للقارات. إن شاء الله الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.